ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ النهارده جاي اتكلم معاكم في حاجات يمكن تكون قيم خسرناها، ويمكن حاجات كتير اختفت عن حياتنا. جاي اتكلم معاك ودردش معاك في شويه حاجات كده يمكن ترجعنا لحقيقتنا اللي احنا بندور عليها. هتكلم معاكم النهارده عن حاجات كتيره وحاجات تخصك انت وتخصك انت. لو قدرت تسمعها وتستوعبها بشكل كبير اتاكد انك انت هتنجح. في سؤال غريب بس واقعي جدا، ليه بنحب اكتر الناس اللي بتكسرنا؟ وليه بنرتبط بحد بيأذينا وللأسف بنكمل معاه؟ هل بقى العيب فينا ولا في الحب والارتباط ده؟ تعال افهمك الموضوع ده بشكل مختلف جدا. كان في دكتورة ناجحة اسمها هارلي كوين، ويمكن اغلبنا عارفينها وشفناها في فيلم الجوكر. هارلي كوين دي كانت دكتورة نفسية ناجحة جدا، وطبعا كانت بتشتغل في مصحة نفسية، وقابلت في المصحة دي الجوكر اللي كان وقتها مريض. وطبعا بمرور الوقت للأسف وقعت في حبه وفضلت تبرر له كل الأذى اللي كان بيعمله، وتحولت من معالجة ودكتورة لضحية، وتحولت أكتر لضحية كمان بتحبه رغم العنف اللي كان بيعمله الجوكر ورغم الإذلال اللي كان بيذله لها. لكن هارلي اتعلقت بيه وفضلت معاه أكتر، وده مثال حي عن الارتباط المؤذي اللي أنا عايز أتكلم فيه معاكم. تعالوا اقول لك بقى التفسير النفسي الخطير في موضوع الارتباط المؤذي ده. الارتباط المؤذي ده بيحصل لما الشخص بيتعلق بحد بيأذيه بشكل كبير وبدرجة كبيرة، لانه اكيد بيعوضه عن نقص، وممكن النقص ده يكون نقص قديم. خلي بالك، في ناس اتربت على ان الحب بيساوي الوجع فبتدور عليه بنفس الشكل. خلي بالك من حاجه خطيره جدا، كل ما الشخص اللي بيحبك اللي هو اصلا مؤذي ده بيديك نفس الالم، التعلق هنا بيزيد والحب بيزيد. هو للاسف بيخلق دوامه من المشاعر الخطيره جدا وشويه اسئله بتدور جوه دماغك. يا ترى هل هو بيحبني؟ هل هو بيأذيني بس مش قصده؟ بص يا صديقي، ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تظلموا أنفسكم. وده يقول لنا حاجة خطيرة جدا، إن معظم الأديان السماوية وعلى رأسهم كمان الدين الإسلامي بيحسنا على عدم تكرار الأذى وبيأكد لنا على كرامة النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أما علم النفس بقى بيقول العلاقات المؤذية المتكررة بتنتج عن نمط داخلي غير مشفي، وخلي بالك محتاج وعي كبير وعلاج. عايز اقول لك بقى يا صديقي، خلينا نعرف ايه اللي ممكن يغيرنا ويخلي صورتنا تتحسن في موضوع الارتباط المؤذي الغريب ده. اول حاجة، اعترف بالمشكلة. اتأكد يا صديقي ان العلاقة دي اكيد بتأذيك حتى لو فيها لحظات حلوة. افصل بقى، ودي مهمة جدا، بين الحب وبين التعود. التعلق يا صديقي مش دايما حب. اكتب ودون مشاعرك بعد كل موقف مؤذي، هتشوف الحقيقة على الورق اللي انت كتبته. ويا سلام بقى لو قدرت انك انت تحط حدود واضحة بينك وبين الشخص المؤذي ده. كل ما تحمي نفسك اكتر منه كل ما هتحترم نفسك اكتر. حاول تحط بقى حدود واضحة بينك وبين الشخص المؤذي ده. كل ما بتحمي نفسك اكتر كل ما احترامك لنفسك بيزيد اكتر. يا سلام بقى لو تقدر تشتغل على حبك لنفسك وتقديرك لذاتك، صدقني ده العلاج الحقيقي. لو الموضوع بقى زايد عن حده شوية والتعلق ده مؤذي جدا، حاول تستعين بحد يكون متخصص في الموضوع ده. بص يا صديقي، العلاقات المؤذية مش بس بتكسر القلب، بالعكس ده كمان بتعطلك عن شغلك وبتعطلك كمان عن شغفك ومستقبلك، لانك طول الوقت هتبقى مشغول انك انت بتراضي شخص بيأذيك، وكمان مش هتلاقي وقت لا تطور من نفسك ولا من مستقبلك، وللأسف مش هتفتكر انت كنت بتحب ايه. خلي بالك يا صديقي، كل خطوة بتاخدها بعيد عن الأذى ده هي خطوة انك ترجع نفسك وروحك القديمة. يعني هترجع شغفك وهترجع حلمك وهترجع كمان مستقبلك. تعال انصحك بقى يا صديقي النصيحة الأخيرة، مش كل حب لازم يكمل، مش كل ارتباط صحي وصحيح. واعرف وفكر كويس، لو انت بتحب حد بيأذيك هو ده حب ولا تعلق؟ حاول انك انت تفك وتحرر نفسك وانك تبدأ بداية جديدة. وافتكر يا صديقي ان الحب الحقيقي عمره ما يكون فيه أذى. علشان كده كنت بقول لك انك لازم تفرق بين الحب وبين التعلق. وصدقني اكتر تعلق هتحبه في الدنيا هو التعلق بربنا سبحانه وتعالى.